هجوم لمصلحة فريق الاتفاق، كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة التسديد تبقى لعبد الرحمن القحطاني، والهدف يأتي عن طريق هذا اللاعب الممتاز عبد الرحمن القحطاني الذي اشترك وكان خيار ممتاز جدا وكان إضافة كبيرة جدا. والهدف هدف التعادل لمصلحة فريق الاتفاق الذي ربما يكون مستحق، بالفعل مستحق، لأن الفريق بذل الكثير من المجهودات، وعبد الرحمن القحطاني يعيد النتيجة إلى نقطة الصفر، التعادل بهدف لهدف. المدرب السعودي كريم الزياني أيضا حاضر في هذه المباراة، المدرب الذي حصل للمنتخب السعودي على بطولة كأس آسيا عام 84 على حساب المنتخب الصيني. هذه الإعادة للكرة، كرة صلاح الدين عقاد، مرت من صالح بشير، سجد قدم